انا جايه اقول لك يا برج الاسد النهارده ان القوه مش في العضلات، القوه الحقيقيه في الاراده اللي ما بتتكسرش. صح ولا لا يا شباب؟ برج الاسد بيواجه في شهر اكتوبر 2025 الناس كلها بتصرفات سريعه جدا، قويه جدا، محدش بيلحق حتى يلمحه. الموضوع مش في العضلات ومش في القوه ومش في اي حاجه، الموضوع في الدماغ الصح اللي بتخطط صح. الموضوع في الدماغ بتاعه الاسد اللي بترتب وتخطط اسرع من اي حاجه تانية، وتهجم على فريستها وتاخد القرار في وقت قياسي. صح يا برج الاسد؟ يلا بينا نشوف طاقتك ايه. الاول ناخد رساله من الملائكه. عندي توصيه جامده جدا النهارده على برج الاسد، وقراءه بطاقه مفتوحه من نص اغسطس من نص سبتمبر لاخر شهر اكتوبر 2025. المعجزات بيقولك انك انت مفيش اي حاجه بص الكارت، مفيش اي حاجة بنسميها معجزات، كل حاجة تقدر تعملها يا برج الاسد، كل حاجة سهل جدا انك انت تعملها بارادتك القوية. وبيقولوا لك كمان حاول تستمتع وخلي عندك دايما positive thinking، يعني خلي عندك دايما تفكير ايجابي في دماغك علشان تقدر انك انت تشتغل صح وتخطط صح. ماشي؟ يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي اللي بتسمعني. يلا بينا برج الاسد. خلاص انت قررت يا برج الاسد انك انت تاخد قرار وتقفل المرحلة دي تماما، وبيحصل مواجهة، والموضوع ده انت حاسس ان هو عامل عبء عليك مش طبيعي، بس خلاص انت فكرت وقررت انك انت تنهي المرحلة دي تماما. لو كانت علاقة انت بتنهيها، لو كانت دراسة، لو كانت عمل، لو كانت شراكة، خلاص. وبتبدأ انك انت تحط النقط على الحروف وبتقول بس خلاص انا من هنا ورايح انا اللي اتكلم وانتوا تسمعوني. وبتقعد كده وبتطلع كل اللي جواك وبتتكلم بالمنطق، وبتقول انا محتاج ان انا اعرف راسي من رجلي، محتاج ان احنا نحدد الوضع ايه. الموضوع ضغط عليك جامد جدا ومتقل طاقتك جامد جدا، وبتفكر انك انت لو انت في شراكة تفك الشراكة دي وتفتح البيزنس الخاص بيك لوحدك يا برج الاسد. لو انت في علاقة بتقرر انك انت ترحل خلاص، وفي نفس الوقت مش عارف تبني ازاي في العلاقة دي وتدعم وتدي فرصة تانية. يعني انت صعبان عليك، كل اللي صعبان عليك التعب اللي تعبته، التعب اللي تعبته في المرحلة اللي فاتت، سواء كان في شغل، في علاقة، في دراسة. انت عايز تاخد قرار وقاعد عمال تفكر، وموضوع التفكير ده ضاغط عليك جامد جدا، ومستني مش عارف اذا كنت انت اللي تواجه وتاخد القرار، ولا مستني حد يعمل الحدث ده او هو اللي يبادر. فاهم قصدي؟ في الاول وفي الاخر يا برج الاسد انت خلاص بتاخد القرار، بتواجه، بيجيلك اللحظة المناسبة، بتطلع كل اللي في قلبك وبتتكلم وبتقول انا علشان خاطر العشرة، عشان خاطر الحب، عشان خاطر وخاطر. بتبدأ انك انت تفتح قلبك وتتكلم. ودي اول مرة من المرات القليلة جدا اللي الاسد بيعبر من جواه وبيقول انا حاسس بايه، وبيحس بثقة جامدة جدا وهو بيعبر، وما بيترددش لحظة ان هو يقول على كل اللي حاسه. وبيحس كده ان الموضوع ده كان تقيل عليه، بس بالعكس ده هو ربنا ألهمه كده. يعني سبحان الله، ربنا بيلهمك كده في الموقف ده عين العقل كده والحكمة والرزانة. انت بعد ما كنت متخيل انك هتهد المعبد على اللي فيه وهتنفعل جامد جدا، بالعكس انت بتتفاجئ بنفسك اثناء الموقف ده. وبرضو احكولي يا شباب واكتبولي في الكومنتات، وبتلاقي نفسك هادي وراسي كده وقاعد
هو ايه العقل ده؟ انا جبت العقل ده كله منين؟ هو الموضوع ما كانش مستاهل. هو انا ليه كنت شايل على قلبي كل ده وقاعد مستثقل الموضوع ده للدرجه دي؟ لا، الموضوع هيعدي جميل وخفيف، والمشكله هتتحل اللي عندك، او القرار اللي انت هتاخده مش هتبقى مصدق قد ايه هو كان سهل وانت فاكره ان هو صعب وشايله ومخوفك بقالك فتره كبيره، شايله حمل كبير على قلبك. يلا بينا نشوف الملائكه هيقول لك ايه يا برج الاسد. بيقولوا لك loneliness is بيقولوا لك ان الوحده والتفكير ده جزء من الحياه ومن دروس الحياه. لازم ان احنا نقضي وقت لوحدينا ونفكر، وما تحسش انك انت ما عندكش صحاب او انك انت ما تاخدش الموضوع نيجاتيف. لا، انت فعلا لازم تقعد مع نفسك شويه كتير وتفكر بعين العقل. وبيقولوا لك كمان ان الحياه جميله، والناس هم اللي بيخلوها وحشه. يعني حاول انك انت تستمتع بحياتك وما تفكرش في الناس اللي حواليك يا برج الاسد. تمام معايا يا شباب؟ وبيقولوا لك كمان ان انت لازم تثق في نفسك. لو انت ما كانش عندك الثقة الكافية في نفسك، ما تطلبش من الناس ان هي اللي تثق فيك. ماشي؟ لازم انت يكون عندك ثقة في نفسك عشان تقدر تنقل لهم الشعور ده وتخليهم هم كمان يثقوا فيك، صح؟ بس يعني برضو ايه، برج الاسد حاول انك انت ما تبقاش الايجو بتاعتك عاليه قوي. يعني ماشي بتثق في نفسك، بس مش دايما تقول انا لوحدي وانا اللي بقى. لا، الدنيا فيها ناس، يعني عارف، في بشر تانية حواليك. حبيبك بيقولك ان هو حاسس بيك حتى وانتوا بعيد يا برج الاسد. وبيقولك كمان ان هو مشي وسابك لما شافك مع حد غيره يا برج الاسد. هل حصل كده فعلا ولا ايه؟ قولولي برضو. وبيقولك ان هو نفسه وبيتمنى انه يسحب الكلام اللي قاله. وبيقولك كمان انه عارف ان هو اللي بوظ كل شيء وهو اللي خرب العلاقة. يلا بينا يا شباب نشوف طاقة حبيبك ايه يا برج الاسد. عنده تقل في طاقته، عملت فيه ايه؟ كلام كتير مش قادر ينساه، قاعد مصدوم صدمة رهيبة رهيبة. بيتمنى ان هو يعني يجذبك بأي طريقة، نفسه ياخد خطوة والعند والكبر واخده. حاسس ان الخطوة دي تقيلة جدا وحاسس انك انت هتمسح بيه الارض. ايه اللي حصل؟ ده بقى دلوقتي من امنياته انك انت ترضى عليه ويرجع العلاقة. ايه اللي حصل يا برج الاسد؟ احكولي يا شباب في الكومنتات. انا مش عارفة، انا شايفة واحد عايز ياخد خطوة، وفعلا هياخد خطوة على فكرة، وهياخد خطوة كبيرة، بس في نفس الوقت قاعد عمال بيغلط نفسه وعنده عند رهيب مع نفسه. عمال يقول لا يعني عمال، هو في مشكلة ان في كلام اتقال مش قادر ينسى الكلام ده. امنية من امنياته دلوقتي ان هو يغمض عينه ويفتحها يلاقيك قدامه، يلاقي ان العلاقة رجعت تاني زي كل حاجة ما كانت والدنيا جميلة ورجعتوا زي الفل زي السمنة على العسل. يلا بينا نشوف الأوريكل بيقولوا لنا ايه. ماسك بيقولوا لك ان المشاعر الحقيقية، حبيبك مستخبي ورا ماسك، مخبي مشاعره الحقيقية ورا ماسك حبيبك. طيب نشوف، ناخد كارت تاني من كروت الملايكة ونشوف النصيحة ايه او بيقولوا لك ايه دلوقتي. بيقولوا لك ان دي علاقة كرمية بحتة. يعني ايه كرمية؟ يعني دروس بنتعلمها منها، يعني علاقة بنتعلم منها دروس يا برج الاسد. طيب حبيبك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو ممتن جدا للدرس الروحاني اللي اتعلمه في العلاقة دي. طيب خلاص انت قفلت الموضوع وقررت تمشي. انت فعلا مشيت خلاص، واضح في صراع مع نفسك، مش عارف هتعمل ايه. صعبان عليك ان كل ده اتهد، صعبان عليك، وفي نفس الوقت بترجع تقول لا ولا حاجة صعبان عليا، ما انا القرار اللي انا اللي خدته
وخلاص، وفعلا بتاخد القرار الشهر ده يا برج الاسد، وبتنهي الموضوع ده تماما. ليه؟ لان انت بتقول انا لو كان الموضوع ده هيكمل كان لازم يكمل بشروطي وبطريقتي، ما ينفعنيش النظام ده، ما ينفعنيش الطريقة دي، ما ينفعنيش البني ادم ده. مشكلة كبيرة جدا حصلت ما بينكم وما بين بعض. هو لسه بالرغم من كده إلا إن هو كان بيشوف معاك السعادة يا برج الأسد. للأسف خناقك الكتير، شكوكك الكتير كانت مغلباه، هي دي اكتر حاجة مجنناه ومغلباه. مع ذلك هو متأكد تماما ان في رجوع في العلاقة، مع ذلك هو متأكد تماما حتى لو انت بتعبر له عن ان العلاقة خلصت وخلاص، لا هو متأكد انك انت هو بيمثل لك السعادة، متأكد ان هو عمل كل حاجة عليه او المفروض ان هو يعملها، متأكد تماما ان العلاقة راجعة ومفيش عندي مشكلة، هتخانق بأي طريقة، انا قدامي حد مستعد يعمل اي حاجة علشان يحافظ عليك، مستعد ان هو يعني يعمل اي حاجة في الدنيا علشان خاطر يفضل معاك. هو دلوقتي خلاص هو شاف زي ما بيقولوا شاف سيف المعز وذهبه، اللي هو ايه، هو دلوقتي عارف انك انت اللي يعني عارف تميمة الحظ، هو بيعتبرك كده في حياته، هو بيعتبر ان من غيرك مفيش سعادة، من غيرك مفيش نجاح، من غيرك حياته المادية انت بترتبها له، حتى مادياته في الدنيا وفي حياته انت اللي بترتبها له. بيحس انك انت اكتر حكمة واكتر عقل، وعارف انك انت مهما زعلت منه بترجع تصفى تاني بكلمتين حلوين او بطيبة. بس اللي انا شايفاه ان هو مش شايف كده، يعني هو مش شايف ان المرة دي مختلفة عن كل مرة، وان برج الاسد خلاص خد القرار ان هو مش راجع، وخد القرار ان هو ينهي العلاقة تماما. ومعرفش يعني هو مش شايف كده، وهو شايف ان لا انا هرجعك اللي قدامي ده حد بالنسبة له يعمل اي حاجة علشان يحافظ عليك. ماشي، عايزك بأي طريقة. برج الأسد جميل، يعني اللي يحبه يتمسك بيه فعلا. طيب يلا بينا نسأل 3 أسئلة لبرج الأسد. إذا انتوا متفارقين، هل في رجوع دلوقتي أو لأ لغاية آخر شهر أكتوبر 2025؟ يلا بينا. يعني هو هيكون في بلوكات او في حواجز ما بينكم وما بين بعض، وهيكون في بداية جديدة، في رجوع وفي كلام وفي بداية جديدة. طب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل في حد جديد بيظهر من هنا لاخر اكتوبر 2025 او لا؟ ايوه ان شاء الله في حد جديد بيظهر ان شاء الله، وبتتعرف عليه في معاملة مادية او معاملة ممكن تكون مش عارف معاملة من اي نوع، ممكن تكون معاملة مادية، بيع شراء، معرفش شغل، معرفش. اسأل اي سؤال في عقلك وبالك واشوف لك الاجابة سوا او لا. يلا بينا. لا للأسف لا للأسف. شكرا يا برج الأسد، وشكرا يا شباب ونورتوني.